مرحبا بكم في حكايات من المغرب، القناة اللي كتنقل لكم قصص واقعية ودرامية، كلها من أحداث حقيقية، ولكن كلها كتحمل العبرة والمفاجأة. خلي براسكم معنا وردوا البال، حيث اللي غادي تسمعوا اليوم ممكن يوقع لأي واحد فينا. ديما كنت كنحس باللي مراتي غريبة شوية، كتحب تبقى بالساعات في التليفون، وكتر من مرة شفتها كتكتب وكتضحك بوحدها. في الاول قلت يمكن غير مع صحاباتها، ولكن الفضول بدا كيقتلني. بشويه بشويه بديت كنشك فيها بزاف، حتى ولات كدير بعض التصرفات في التليفون بحال شي مراهقه. يلا بدات كتعرف على شي واحد وكتكون معنا في الدار وكتبدا كتخبى وكتمشي وكتكتب ميساج وكتضحك غير مع راسها بحال هذاك الشكل. نهار من النهارات وانا خدام في المكتب، دخلت لي واحد الرساله غريبه في الواتساب من رقم ما كنعرفوش. فتحتها لقيتها فيها غير جمله واحده: شوف اش كدير مراتك من ورا ظهرك. انا تصدمت، ما عرفتش شنو غندير. صافي نيت بدا داك الشك، نيت بدا كيتاكد ليا مليار في المية انها كدير شي حاجه ماشي تالهي، حيت انا ما كنبغيش نضغط عليها. انا انسان واعي ما كنبغيش نتحكم فيها، ولكن هي ما راعتش لهادش. القلب ديالي بدا كيضرب بزاف، دخت ما عرفت شنو ندير. فتحت الميساج اللي موراه، لقيت تصور مراتي، ولكن ماشي بالطريقه اللي متخيلينها. تصورها عريانين، واحد الشوهه ما فهمتش. نورمالمون هذوك التصور ما خصهمش يكونوا عند حتى شي واحد اصلا، واخا غير صاحبتها، واخا غير اللي كان امها، وما خصش يكونوا عند هذوك التصاور. انا صافي يعني بدا داك الشك بدا كيتاكد لي بلي انه بصح هي فعلا كانت كدير شي حاجه. بلا ما ندخلوا في ديك الشوهه، كانت كتصيفط التصاور ديال الدار ديال ولادي وانا ما عارفش، الصالون، البيت، حتى المفاتيح والمكان اللي كنت كندير فيه الوراق المهمه. كانت كتصيفط ليه التصاور ديال بيت النعاس ديالنا وكتقول ليه ما كرهتش وكان كنتي معايا، وكنت تخيلك هنا. واحد الشوهه، واحد الميساجات بلا ما ندخل في دوك التفاصيل، لانه بصح ما قديتش انني كاع تنتخيل شنو. ما عرفتش، حيت حشمت باش نعاود هادشي. الصراحه تجمدت في بلاصتي، برد فيا الدم. شكون هذا اللي كيتوصل بهاد الصور؟ واش ممكن تكون كتخوني ولا كاينه شي حاجه خطر؟ كانها جبت شي واحد لداري والفراشي وحده ولادي وانا ما عارفش، ولادي صغار. صافي بداو الافكار كيترونوا لي في دماغي، بقيت عارف شنو ندير. واش غنضربها؟ واش نقتلها؟ واش نشكي بها؟ واش غير صافي نطلقها وتبقى ديك الصوره يعني الوليدات؟ ما عرفتش كاع شنو غندير. الصراحه ملي واجهتها ما كذباتش، بدات كتبكي وكتقول راه كاين واحد الراجل كيتصل بيا وكيهددني الا ما صورتش ليه الدار والمفاتيح غادي يفضحني بالتصاور قدام الناس. قلت لها هاي كتضحكي عليا؟ واش انا كنرضع صباحي؟ قال لك كيتصل بيا وكيهددني باش تصور ليه الدار والسوارت. وشوفوا قال لك بقى مشكله دايره الغلط وباغا تردني حمار. هنا عرفت ان الموضوع ماشي غير غيره ولا شك، كان فخ كبير، ومراتي كانت كتخوني وانا اللي كنت الضحيه. وانا عايش في دار غفلون وكنجي ونضحي على قبلها وعلى وليداتنا، ولكن في الاخر هي ما شافتش هادشي كاع نهائيا. عرفت بلي انني تقلبت واحد التقوليبه ديال العمر، وان الموضوع كبير بزاف، ان السيده وصلت لشي مواصل كبارين بدون ذكر هادشي كامل. عيطت للبوليس وفعلا شدوها، هو وداك المجرم اللي كان كيستغلها وكيستغل يعني صغيره في دماغها. وانا تعلمت واحد الحاجه مهمه: احيانا داكشي اللي كتشوف بعينيك راه ماشي هو الحقيقه، خاصك تسمع وتفهم قبل ما تحكم. لانه انا في الاول يعني كنت كنشوفها ما شكيتش فيها كاع، ولكن في الاخر اكتشفت السيده في واحد الحاله لا يرثى لها. اليوم عاودت لكم القصه ديال صديق ديالي سميتو كريم اللي كانت كتخون مراته. كنتمنى ان القصه ديال اليوم تكون عجبتكم وخدتوا منها العبره بانكم ما تثقوش في اي واحد،
وما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة حكايات من المغرب، وخليوا لي رأيكم في التعاليق. راه تعاليقكم كتعطيني القوة باش نكمل ونشارك معكم قصص جديدة كل نهار. نشوفكم في القصة الجاية إن شاء الله.